السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في مدينة قنيطرة كان هناك مجموعة من الأصدقاء الذين عاشوا في حي الأزهار. كانوا يجتمعون كل يوم في حديقة صغيرة في وسط الحي لقضاء وقتهم معا. وكانت هذه الحديقة مليئة بالأشجار الخضراء والزهور الملونة. كان أحد الأصدقاء الذي يحب أن يروي للآخرين قصصا خيالية عن عوالم بعيدة ومغامرات مثيرة، وكانت قصصه تؤثر خيال الأطفال والكبار على حد سواء. وفي يوم من الأيام أعلنت بلدية المدينة عن مسابقة لرسم جدارية في الحديقة العامة، وقد دعي الجميع للمشاركة وإظهار مواهبهم الفنية. فور سماع الخبر قرر الأصدقاء الاشتراك في المسابقة. قرر أحد أصدقائي أن يستخدم مهاراته في الرسم لتصميم جدارية تعكس جمال الطبيعة في مدينتهم. بدأ الأصدقاء في التخطيط والعمل معا على مشروعهم. استغرق الأمر عدة أسابيع من العمل الجاد والتعاون المستمر حتى اكتملت الجدارية. وفي يوم الافتتاح تجمع الناس في الحديقة لرؤية العمل الفني الجديد، وعندما نظروا إلى الجدارية بادرهم الدهشة والإعجاب. كانت اللوحة تصور جمال الطبيعة في مدينة قنيطرة مع الأشجار الخضراء والزهور الملونة، والأطفال وهم يلعبون ويضحكون في الحديقة. بفضل تعاونهم وإبداعهم فاز الأصدقاء بالمسابقة وأحرزوا جائزة مميزة. ومنذ ذلك اليوم أصبحت الحديقة العامة في مدينة قنيطرة مكانا مشرقا وجميلا يستمتع به الجميع، مع الجدارية الرائعة التي تذكرهم بقصة صداقة وتعاون استثنائية. ومنذ ذلك اليوم استمر الأصدقاء في الاجتماع في الحديقة العامة بانتظام، حيث أصبحوا يشعرون بالفخر والسعادة لإسهامهم في تحسين المكان الذي يعيشون فيه. وكلما مر الزمن زادت روح الصداقة والتعاون بينهم. وبعد مرور بضع سنوات قررت البلدية تجديد الحديقة العامة، وكان الأصدقاء الذين رسموا الجدارية الأولى جزءا من لجنة التصميم للحديقة الجديدة. وبفضل خبرتهم وإبداعهم تم تنفيذ تحول كبير في الحديقة، مما جعلها واحد من أفضل الوجهات في المدينة. وعلى الرغم من أن الأصدقاء انتقلوا فيما بعد إلى مناطق مختلفة من المدينة بسبب الدراسة أو العمل، إلا أنهم لا يزالون يحتفظون بصداقتهم وبالذكريات الجميلة التي جمعتهم في حي الأزهار. وهكذا استمرت قصة الصداقة والتعاون في مدينة قنيطرة في العيش في قلوب الناس وفي جدران الحديقة العامة التي أصبحت رمزا للتلاحم والجمال في المدينة. ومع مرور الزمن تحولت الحديقة العامة في مدينة قنيطرة إلى مكان يجذب الزوار من مختلف الأعمار والثقافات. وأصبحت الجدارية التي رسمها الأصدقاء رمزا للتعاون والجمال في المدينة، حيث يلتقي الناس ويستمتعون بالطبيعة وبجمال الفن. وفي كل عام تقام فعاليات مختلفة في الحديقة، من حفلات موسيقية إلى معارض فنية، وتبقى الجدارية الرائعة وسطا لهذه الأنشطة، ملهمة للزوار والفنانين المحليين على حد سواء. وبهذا الشكل استمرت قصة الصداقة والإبداع في مدينة قنيطرة في أن تكتب فصولا جديدة من التلاحم والجمال، مما يثبت أن قوة التعاون والإبداع يمكنها أن تحول الأماكن وترسخ قيم الصداقة والمحبة في قلوب الناس. ومع مرور السنوات استمرت الحديقة العامة في مدينة قنيطرة في أن تكون مركزا للنشاطات الاجتماعية والثقافية. وبفضل الجدارية الرائعة التي رسمها الأصدقاء استمرت الحديقة في أن تكون مصدر إلهام للسكان المحليين والزوار على حد سواء. وبعد مرور عقد من الزمن قررت البلدية تجديد الحديقة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بمشاركة أكبر من المجتمع المحلي. وبالتعاون مع الفنانين المحليين والشباب تم إنشاء لوحات فنية جديدة تجسد تنوع وجمال المدينة. وبهذه الطريقة
استمرت قصة الصداقة والتعاون في مدينة قنيطرة في أن تتطور وتنمو مع مرور الوقت، مما يعكس قوة التفاعل الإيجابي بين الناس وقدرتهم على تحويل الأماكن إلى مساحات للإبداع والتواصل الاجتماعي.